تترات من زمن فات، فكرنا بأحلى الذكريات السعيدة منها والقهار. خليك معانا وانت تسمع أحلى التترات على راديو بسيط FM. اللي دفعوا تمن ترابها دمهم، واللي ماتوا عشان هوا احنا، واللي جايين بعدنا. لنا فكر جديد على راديو وسيط FM، صوتنا ببورسعيد للريتشي والبسيط FM. اسمع احلى ميكسات، عيش جو الماتشات جوه الجول يا سلام على راديو وسيط FM. وسيط FM من بورسعيد لكل مصر.
أعزائي مستمعي وسيط اف ام، ورجعنا لكم تاني ومكملين تترات من زمن فات. تترات من زمن فات بيفكرنا بأحلى الذكريات. ذكرياتنا النهاردة ومسلسل دموع في عيون وقحة. دموع في عيون وقحة زي ما قلنا قبل الفاصل انه هو تأليف الكاتب صالح مرسي. الكاتب صالح مرسي من أشهر الكتاب اللي كتبوا للجاسوسية العربية. صالح مرسي مواليد 17 فبراير سنة 1929. هو كاتب مصري روائي له العديد من الأعمال، بس أهم أعماله كانت كلها عن الجاسوسية. الجاسوسية بين مصر وإسرائيل في العموم، والسبب الحقيقي إنه هو كان مهتم بالجاسوسية لأنه هو كان بالفعل بيشتغل مع جهاز المخابرات المصرية، وكان من المدنيين القلائل اللي بيشتغلوا مع جهاز المخابرات المصرية، عشان كده كان غاوي كتابة عن الأعمال والجاسوسية. أشهر أعماله التلفزيونية واللي كلنا فاكرين أغلبها رأفت الهجان والحفار والبحار مندي، واخر حاجه كانت ساميه فهمي، بتهيألي احنا شفناه رمضان اللي فات، كان بطوله منى شلبي. من الاعمال السينمائيه اشهر افلام الجاسوسيه الصعود للهويه. الصعود للهويه كان بطوله محمود ياسين ومديحه كامل، وكان اشهر جمله لحد دلوقتي بتتقال هي دي مصر يا عبله. طبعا هنفكركم بسؤال حلقتنا النهارده، مشيرة اسماعيل كان اسمها ايه في مسلسل دموع في عيون وقحة؟ دموع في عيون وقحة زي ما قلنا بيتكلم عن الجاسوسية وقصة المناضل أحمد الهوان الشهير بجمعة الشوان. قام ببطولة المسلسل ده معانا الفنان الكبير عادل إمام. عادل إمام ما كانوش ليه أعمال تلفزيونية كتير، هو غاوي سينما ومسرح أكتر. من أعماله التلفزيونية هم عاملين 2 بس، الأحلام الفتى الطائر ومسلسلنا النهاردة دموع في عيون وقحة. عادل إمام اسمه الحقيقي عادل محمد إمام محمد، اتولد في 17 مايو سنة 1940 في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الزراعة، ودي الكلية اللي تخرج منها أغلب فنانينا، برغم ان هي كانت كلية عملية لكن فنانينا كلهم اتخرجوا أو أغلبهم يعني اتخرجوا من كلية الزراعة زي محمود عبد العزيز وصلاح السعدي. بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة مع زملائه، وابتدى في أدوار بسيطة، وطبعا ما نقدرش ننسى معاه دوره في لما كان دسوقي أفندي في مسرحية أنا وهو وهي، وجملته الشهيرة صحيح بلد شهادات. أصبح نجم وبقى أصبح معروف، أو ابتدت شهرته تتسع في فترة السبعينيات من خلال فيلم البحث عن فضيحة. البحث عن فضيحة كانت بطولة ميرفت أمين وسمير صبري، وطبعا كلنا فاكرين الفيلم ده كان كوميدي جدا، ومجموعة من الأحداث الكوميدية عن واحد بيدور على فضيحة عشان يقدر يتجوز بيها الإنسان اللي هو بيحبها. وتوالت أعماله الفنية في فترة السبعينات، وكانت زي عنتر شايل سيفه مع الفنانة نورة، والبحث عن المتاعب مع الفنان الكبير محمود المليجي وناهد شريف، وفيلم كان طبعه كوميدي قوي بس بطريقة سياسية، يعني كان أول الأدوار اللي تبقى بتاعت عادل إمام المغلفة بالسياسة، كوميديا مغلفة بالسياسة، وهو ده اللي كان مشهور بيه عادل إمام دايما، وهو مسلسل إحنا بتوع الأتوبيس، بيتكلم عن مشكلة وطبع سياسي جريء شوية ما كناش متعودين منه قبل كده في الفترة ديت. يعني الأفلام اللي أنا ذكرتها كلها أغلبها كوميدي بس، لكن ده كوميدي بطابع سياسي. الفيلم ده حقق أعلى الإيرادات سنة 1979، واللي حقق كمان إيرادات عالية قوي في نفس السنة تقريبا كان فيلم رجب فوق صفيح ساخن. أعزائي مستمعي وسيط اف ام، ما ننساش هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن عادل إمام، وما ننساش السؤال بتاعنا مشيرة اسماعيل في مسلسل دموع في عيون وقحة كان اسمها ايه؟ مستنيين اتصالاتكم على 0100 5804 904 أو 012 26 46 74 84، وطبعا تعليقاتكم على البيج. ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. أصله ما عداش على مصر، أصله ما عداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. يا أحلى البلاد يا بلادي فداكي، أنا والولاد يا بلادي بلادي. يا بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي، يا أحلى البلاد يا بلادي، أنا والولاد يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. انت نساء نساء نساء، اتمشى شوي، اتمشى، اطلع لفوق لفوق لفوق. ايوه احمد يمين يمين، ايوه ارجع شمال شمال، دغري دغري زنينة قوي. راديو وسيط اف ام مش محتاج لإشارة.
أعزائي مستمعي وسيط اف ام، أهلا بيكم ورجعنا لكم تاني ومكملين تترات من زمن فات. تترات من زمن فات بيفكرنا بأحلى الذكريات. هنرجع دلوقتي ونكمل حلقتنا ودموع في عيون وقحة، وأفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة. مشيرة اسماعيل في المسلسل كان اسمها ايه؟ قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الفنان عادل إمام. فنان عادل إمام زي ما قلنا اشتهرت نجوميته وزادت في السبعينيات، وخصوصا في آخر السبعينيات، لكن في فترة الثمانينات أصبح نجم الشباك الأول للتذاكر. حصل فيها طفرة بالنسبة لعادل إمام، اتغيرت فيها أفكاره وشخصياته الكوميدية، زادت جدا. ويعني شفناه وهو بيتنقل من الفقير الريفي للطالب الجامعة الفقير، لأشكال المصريين بكل أشكالهم، وكل دوت قالب كوميدي. طبعا شفناه في فيلم المتسول، وشفناه كمان في فيلم المشبوه. ورغم ان الدورين مختلفين تماما، لكن تلاقي هنا شخصية مختلفة وتحس معاه بالنضوج الفني. يعني فيلم المشبوه وحب في الزنزانة كانت قدامه فيها الفنانة سعاد حسني، والدورين مختلفين تماما، ومع ذلك كنت تحس بيهم ان هو فعلا بيتفرج على فن. وكانت الكوميديا فيها قليلة، بس كان فيها فن ناضج ورسالة واضحة وصريحة. لو هنفتكر مع بعض فيلم المشبوه، كان بيتكلم على العلاقة ما بين الحرامي وضابط الشرطة، وده اللي كنا بنعاني منه لحد فترة قريبة، ان العلاقة ما بينهم كانت دايما متوترة ودايما ضد بعض. عمل افلام كوميدية برضو في نفس الفترة ديت، زي احترس من الخط، وده كان دور كوميدي جدا. وخلي بالك من عقلك كان مع الفنانة لبلبة، وخلي بالك من جيرانك، وشعبان تحت الصفر، والبعض يذهب للمأذون مرتين، وده ما كانش فيه لوحده، ده كان معاه مجموعة من الفنانين زي سمير غانم ولبلبة، وكان عدد كبير كمان من الفنانين معاه. بس كان فيلم كوميدي جدا. بس مش معنى ان هو كان كل ادواره كوميدية ان هو كان يقل عن بقية الفنانين اللي في نفس الوقت بتاعه، زي محمود عبد العزيز واحمد زكي. بالعكس، ده هو عمل معاهم الافلام الجادة بنفس قوة ما دول بيعملوا الافلام، بل بالعكس هو كمان كان بيضيف عليها طابع سياسي حلو قوي، زي فيلم الافوكاتو والهلفوت، وحتى لا يطير الدخان مع سهير رمزي. الفيلم دوت ما كانش فيه اي نوع من انواع الكوميديا، كان بيحكي عن صعود شاب من القاع للقمة بطريقة يعني استغلالية انتهازية، لكن ما كانش فيه اي نوع من انواع الكوميديا، ومع ذلك برضو حقق ايرادات عالية جدا في الفترة دي. وفيلم الغول طبعا كان مع الفنان فريد شوقي. في بداية التسعينات بقى اخذت الافلام بتاعته الشكل السياسي الاجتماعي، يعني زي الرجل العادي، زي الارهاب والكباب، والارهابي اللي كان بيناقش في الفترة دي، او كان فيلم كوميدي بس على خفيف كده، كان بيناقش فترة الارهاب في فترة التسعينات. طبعا التسعينات كانت معروفة جدا ان فترة الارهاب كانت زايدة فيها قوي، كانت زايدة فيها، فهو طبعا استغلها كفنان وعمل فيلم الارهابي والارهاب والكباب، وده كان فيلم كوميدي، وده كان فيلم اجتماعي سياسي. وعمل كمان فيلم المنسي، وبيتكلم فيه عن دور الانسان الفقير او المطحون، وازاي المطحون هيتصدى للاغنياء. وفيلم طيور الظلام، فيلم طيور الظلام ده كان بقى المحامي المتلاعب، قد ايه المحامي ممكن يطلع البريء حرامي والحرامي بريء. وده طبعا احنا لسه لحد دلوقتي بنعاني منه برضو، لان المحاماة دي مهنة يمكن التلاعب بيها لو ما كانش الانسان عنده ضمير. زي ما قلنا عادل امام كان له اعمال السينمائيه اكتر من التلفزيونيه. زي ما قلنا قبل كده دموع في عيون وقحة اللي هو مسلسلنا النهارده، واحلام الفتى الطائر. السينما كان معاه العديد من الاعمال، كان اخرها عمارة يعقوبيان ومرجان احمد مرجان وبوبوس وغيرها كمان. المسرح طبعا ما حدش يقدر ينسى مدرسة المشاغبين ودوره وبهجة الأباصيري، وشاهد ما شافش حاجة، والواد سيد الشغال، والزعيم، واخيرا لحد دلوقتي موجودة معانا في المسرح مسرحية بودي جارد. وزي ما قلنا بداياته استاذ دسوقي، واغنية وجملته شهيرة بلد شهدت. اعزائي المستمعين وسيط اف ام، افكركم بسؤال حلقتنا النهاردة. مشيرة اسماعيل في مسلسلنا النهاردة اسمها ايه؟ ممكن تتصلوا بينا على 0100 5804 904 او 012 26 46 74 84. وطبعا تعليقاتكم على الفيديو، وتقولوا لنا ذكرياتكم مع مسلسلنا ايه النهارده، وكان اسم مشيرة اسماعيل في المسلسل ايه. اعزائي المستمعين نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل
مسلسلنا النهارده. مشاعري هي كبير قوي في نظري، أصلي اتولدت في عصرك وفرحت زمن بنصرك، لو حد منا كسرك سامحه عشان خاطري، أنا أسفة حقك عليا، هتفضل أب ليا ومشاعري هي كبير قوي في نظري، أصلي اتولدت في عصرك
نوصل حد الشمس اللي نحتاجه الإيمان، الحب ونكران الناس وصداقة كل الأديان. من كل عرق ومن كل جنس صحي ضميرك يا إنسان. بكرة اللمة الحلوة تعود نزرع كل الأرض ونجي. بكرة نهار جديد نفرح فيه ويفرح فينا، نزرع الأرض الوعيد حب وأمل وين ما مشينا. بكرة تجمعنا الأيام على الخير وعالسلام، نكون سوا 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 نلون الكون بأغانينا. بكرة يومك يا بلادي نملى الفرحة في كل مكان، نبني مستقبل لأولادي يعيشوا بخير وأمان. صباح يهدينا وردي وشمس نهار جديد، صوبي جاي يودينا مهما بكرة يكون بعيد. في أحلام بتناجينا وفي ضحكة بتنادينا، والأحزان نقدر بإيدينا نغيرها وتتحول عيد. احنا صوت الخير شمس الأيام، احنا يوم جديد بكرة نكون أحلى سوا. افتح أبواب الأمل لنلعب ما انتهى. لولادك يا بلاد يا بلاد يا بلاد يا شمس يا شموس يا حلوة يا عروس، نتمنى بكرة السلام تنور علينا شموس. أنا وأصحابي الحلوين أحمد وعيسى وموسى وأطفال العالم كله خلي السلام نوصل. بكرة نهار جديد نفرح بيه ويفرح بينا، نزرع الأرض مواعيد حب وأمل وين ما مشينا. بكرة تجمعنا الأيام على الخير عالسلام، يا دنيا سوا سوا بنلون الكون أغانينا. اصحى يا بنيازي اصحى يا بنيازي. يا سابل الستر يا رب، في ايه يا وليه بتصحيني دلوقتي ليه؟ بقى ب 47 ونص يا بنيازي. تاكس استنى يا اسطى. يا مؤاخذة اصله بقى ب 47 ونص يا بنيازي. ايوه جاي. هات لي يا ابني فنجان قهوه سكر عالي اظبط دماغي. ما عادش حالي، ده بقى ب 47 ونص يا بنيازي. رقم من بره مصر. الو ابو نيازي. ايوه انا. صار ب 47 ونص ابو نيازي. ودع الوصلة مع مصر اونلاين. الحق اشترك دلوقتي وادفع 47 جنيه ونص بدل من 95 جنيه في الشهر لمدة 6 شهور. مش بس كده، كمان هتاخد راوتر لاسلكي مجانا. مع مصر اونلاين خليك على النت. دي يا بنيازي. لو كان حلمك كبير او كان حلمك بسيط، لو بتحلم بمال او بتحلم بسيط، خدها مني وروح إلا نعمل جريدة. قالوا دول مجانين، والجريدة النهاردة ليها 5 سنين. مش بس يابان، في راديو كمان عشان نقول للناس ان احنا لسه مكملين. وسيط اف ام، نبض الشارع البورسعيدي.
أعزائي مستمعي وسيط اف ام، أهلا بيكم ورجعنا لكم تاني ومكملين تترات من زمن فات. تترات من زمن فات بيفكرنا بأحلى الذكريات، وذكرياتنا النهاردة مع دموع في عيون وقحة. مسلسل دموع في عيون وقحة زي ما قلنا من أشهر مسلسلات الجاسوسية اللي كتبها لنا صالح مرسي، وكانت بطولة الفنان عادل إمام، واللي كان بيقوم بدور جمعة الشوان اللي هو في الحقيقة أحمد الهوان، وكانت معاه الفنانة معالي زايد فاطمة زوجته، وصلاح قبيل الضابط مدحت عبد الباقي أو الريس زكريا اللي هو في الحقيقة اللواء عبد السلام المحجوب، كان لفترة قريبة محافظ اسكندرية. ومصطفى فهمي كان بيقوم بدور جيمي اللي هو في الحقيقة شيمون بريز، كان رئيس الوزراء إسرائيل في الفترة اللي فاتت. ومحمود الجندي بيقوم بدور مصطفى أخو الجمعة. وطبعا مشيرة اسماعيل، واللي عايزين نعرف اسمها كان ايه النهاردة. المسلسل دوت بيقوم في قالب مخابراتي جاسوسي بين المخابرات المصرية ونظرتها الموساد، وازاي الموساد بتجند المصريين. المسلسل بيحكي معانا عن جمعة اللي بتحصل له مشاكل بسبب غارة من الغارات على السويس بيفقد فيها كل ما يملك تقريبا، وكمان زوجته اللي هي معالي زايد في المسلسل بتفقد نظرها، تبقى محتاجة انها تعمل عملية علشان تشوف تاني. بس طبعا هو فقير وكل حاجته او كل ما يملك راح في الغارة، ما عندوش اي مصدر رزق تاني، فبيقرر انه يهاجر او يسافر برا يدور على شغل. وطبعا بيتنقل من بلد لبلد، وهنا بتلقطه المخابرات الإسرائيلية. هنا لما بتلاقيه تايه وحيد بتحاول انها تستقطبه وبتبقى منها او تعمل منه عميل مخابراتي للموساد. وطبعا لان المخابرات المصرية صاحية وواعية فكانت هي كمان متابعاه، وبتبدأ هنا حرب خفية ما بين الجهازين، جهاز المخابرات المصرية وجهاز الموساد، ويبدأ الشد والجذب، ودول يدربوه ودول يستقطبوه. بس طبعا الحس الوطني عنده بيخليه يميل للجانب المصري ويسمع تعليماتهم، وبالفعل بيقدر قوته وبذكائه خداع جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، وبيديهم إحساس دايما ان هو معاهم، وان هو اوريدي بقى خلاص الجاسوس المتمكن اللي هيسافر مصر يجيب لهم كل الأخبار. طبعا هما بيعملوا له العملية لمراته وبترجع نظرها يشوف تاني، وبيدوله فلوس وبيصبح غني جدا، وبيرجع لمصر علشان يتجسس على مصر. بس طبعا ده ما بيحصلش، لان هو بيوجه ضربة قوية جدا، واللي هي بتكون الدموع في عيون وقحة، اللي هو بيرجع بالجهاز اللي اتدرب عليه علشان يبلغ منه او يبلغ منه على اخبار مصر، بيبعت لها المخابرات المصرية رسالة لإسرائيل من نفس الجهاز اللي دربته عليه. دموع في عيون وقحة بيتكلم عن عيون اليهود. طبعا كان معانا بعد الكومنتس النهاردة على البيج بتاعتنا على وسيط اف ام، وطبعا كنا في انتظار ذكرياتكم، بس للأسف مفيش حد اتصل بينا، بس كان معانا كومنت على البيج بتاعتنا في وسيط اف ام. كان أول كومنت معانا كان من محمد خالد، وكان بيقول رايقين والنبي دماغه، كان بيضحك ضحكة كبيرة شوية. وكان معانا كمان محمد خالد كان بيقول من أحلى مسلسلات اللي كنت بتابعها عادل إمام فعلا نجم. بالنسبة النهاردة لسؤال حلقتنا مشيرة اسماعيل كان اسمها ايه في المسلسل، من الواضح ان كان السؤال سهل قوي، لان معانا احمد ابو عيسى قال جوجو، وايمان الجعيدي قالت جوجو، واحمد ماهر كمان قال جوجو، وغادة حمدي قالت جوجو، ومحمد خالد قال جوجو. وفي بقى هزار كده شوية، محمد كزلك قال عليزة مش عارفة يعني ايه، وكريم الزعتري قال جريدة، ودودي روشة مش عارفة باقي الاسم كان جوجو، واحمد زياد بيقول اسمها جورنال هانم. طبعا من واضح المسلسلات التركي اثرت على مسلسلنا النهاردة، بس هي كان فعلا اسمها جوجو. ودموع في عيون وقحة كان مسلسل قوي جدا، زي ما قلنا كان بيحكي عن الموساد وجهاز المخابرات المصرية ومدى الحرب الدائرة ما بينهم، واللي اعتقد انها مستمرة حتى الآن لكن في الخفاء وبدون ما حد يعلم. أعزائي مستمعي وسيط اف ام، دي كانت حلقتنا من تترات من زمن فات، وكان معانا النهاردة
دموع في عيون وقحة، تأليف صالح مرسي وإخراج يحيى العلمي. استنونا كل يوم سبت من 7 ل8، ومستنيين دايما اتصالاتكم على 0100 5804 904 أو 012 26 46 74 84، وطبعا تعليقاتكم على البيج وطلباتكم المستمرة لبرامجنا. أعزائي مستمعي وصيت FM، انتهت حلقتنا وتترات من زمن فات. Never let